السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة درس إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نحل تدريبات الدرس الثاني. احنا طبعا فيديو الشرح نزل ليه فيديو أو نزل فيديو خاص بيه، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ ده فيديو حل تدريبات الدرس الثاني سنة 5 ابتدائي، الوحدة الأولى يونت 1 ليسون 2. يلا بينا مع بعض نحل التدريبات. طبعا هنحل نمبر 1 choose، طبعا اختر. camels are not animals، الكاملز بتكون animals ايه؟ طبعا desert animal يعني حيوانات صحراوية. نمبر 2 eating healthy food give us، الطعام الصحي أو أكل الطعام الصحي بيدينا ايه؟ بيدينا الانرجي الطاقة. نمبر 3 not are very poisonous animals so we shouldn't go near، ايه اللي بتكون حيوانات سامة ولا يجب الاقتراب منها؟ هي ايه؟ هي طبعا السنيكس يعني الثعابين. نمبر 4 we not food in fridge to keep it cool، احنا بنعمل ايه للطعام في التلاجة عشان نخليه بارد؟ heat start eat store، طبعا يعني يخزن، store يعني يخزن. نمبر 5 not come out at night when it is cooler، لما بيكون الجو أبرد بتيجي إيه؟ بتيجي الأولز اللي هي البومات. نمبر 6 camels snakes and not are desert animal، الجمال والثعابين وإيه كمان بيكونوا desert animal يعني حيوانات صحراوية، طبعا الفوكسز اللي هي الثعالب. نمبر 7 water is not for our life، water is important، طبعا المياه مهمة لحياتنا. The desert is very not place، هي مكان very dry مكان جاف. الديزرت الصحراء مكان جاف، جاف يعني مفهوش أمطار. Number 9 we learn about animals, plants and weather when we study إيه؟ study طبعا nature، إحنا بنتعلم عن الحيوانات والنباتات والطقس لما إحنا بندرس إيه؟ بندرس النيتشر اللي هي الطبيعة. الجزء الثاني من الحل طبعا على المضارع البسيط اللي هو البريزنت سيمبل، طبعا مشروح في الدرس اللي فات الخاص بشرح lesson 2. هتلاقوا طبعا الشرح موجود على القناة. هنبدأ نحل مع بعض. طبعا نمبر 1 read and correct، اقرأ وصحح. حسن بين قوسين always drink tea and doesn't like it at all، بيقول لي حسن محطوط هنا دائما بيشرب الشاي، هو مش بيحبه أبدا، يبقى هو إيه؟ never لأن هو مش بيحبه. ليه؟ لأن always معناها دائما بيشربه، طب هنا بيقول لي هو مش بيحبه، خلاص يبقى هو never. طيب نمبر 2 camels sometimes، الجمال بيقول لي أحيانا بين قوسين eat meat، بتأكل الميت اللي هو الإيه؟ اللحم. they eat grass، هم بيأكلوا الإيه؟ الجراس يعني العشب، طبعا برضو يعني never. الجمال أبدا مش بتأكل الإيه؟ اللحم. عمرك شفت جمل بيأكل لحم؟ طبعا غلط، يبقى never لأن هم دائما بيأكلوا الجراس اللي هو العشب. نمبر 3 I sometimes get up early I never get up late، أنا هنا بقول لي أحيانا بقوم بدري I never أنا أبدا مش بقوم متأخر، يبقى أنا إيه؟ sometimes ولا always؟ أنا always يعني إيه؟ دائما بقوم بدري. طيب نمبر 4 سما goes never to the cinema on Sunday، طيب هتبقى goes never ولا never goes؟ طبعا هتبقى never goes. ليه؟ لأن إذا جاني الظرف فيه فعل أساسي لا بخلي الظرف الأول وبعدين الفعل الأساسي، يبقى never goes هنغيروا أماكنهم. طيب نمبر 4 أو نمبر 5 غادة نقط never is late for school، طيب هنا بقى هتبقى never is ولا is never؟ طبعا is never. ليه يا مس؟ لأن am و is و are هما اللي بيجوا الأول وبعدين الظرف، يبقى is never late. طيب choose
I always know at lunch at home every day. I always طبعا I بيجي معها المصدر يبقى I always eat. Number 2 she usually not out on Friday. طبعا عشان he و she و it الفعل هيكون فيه s أو es أو ies وهي goes. طيب number 3 my sister and I not play tennis after school. My sister and I طبعا دول جمع يبقى ايه يبقى don't play tennis. Number 4 I not go to school on foot. I always go to bus أو go by bus. يبقى هو بيقول لي ايه أنا مش بمشي المدرسة على الأقدام أنا دائما بأخذ بس يبقى ايه never go to school on foot. طيب number 5 we not our grandparents visit often ولا often visit ولا often visits ولا visits often. طبعا الأول we هتاخد الفعل في المصدر. طيب visit فعل أساسي. طيب طالما هو فعل أساسي هنجيب الظرف الأول وبعدين الفعل الأساسي يبقى often visit. Number 6 Noha is fit because she not eats healthy food. هي نهى لائقة بدنيا يعني وزنها مناسب لأنها بتأكل إيه؟ بتأكل طعام صحي يبقى always دائما بتأكل الطعام الصحي. طيب number 7 my brother not goes to school by car. my brother أخويا مفرد يبقى doesn't goes. طيب مش هتنفع doesn't ليه؟ لأن هنا goes جياني بتصريف عادي مش في المصدر يبقى هتبقى never goes. ليه؟ لأن doesn't لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. طب هنا مش جايب لي go جايب لي goes يبقى اللي تنفع مين؟ تنفع never. طيب number 8 علي not tired after playing with his friends. علي is often is ولا is often ولا always is ولا rarely is. علي is often tired after playing with his friend يبقى is often. ليه؟ لأن am و is و are هما اللي بيجوا الأول وبعدين ظرف التكرار. طيب read and correct اقرأ وصحح. She goes always to the gym on Monday. هتنفع goes always ولا always goes؟ طبعا always goes هنبدل الأماكن. I drink always tea in the morning يبقى I always drink برضه هنبدل الأماكن. طيب number 3 he usually is happy. he spends time with his friend يبقى is usually هنبدل الأماكن. طيب number 4 they sometimes plays football. زي طيب زي هنا بالفعل بيجي في المصدر يبقى play هنحذف الاس هتبقى play بس. my dad never is late for school is never late. ليه؟ لأن am و is و are بيجوا الأول وبعدين الظرف. هنا بقى هنحل general exercise on lesson 2 طبعا التدريبات العامة على الدرس كله الفوكابولري وكمان language news اللي هو الجرامر. choose the correct answer اختر. number 1 he not football after school because he loves it. هو بيحبها يبقى هو ايه usually play usually plays usually. طبعا usually plays. ليه يا مس؟ لأن plays هتيجي فيها اس عشان الفاعل مفرد. طيب ويوجوالي هي اللي بتيجي الأول وبعدين الفعل الأساسي لأن play فعل أساسي مش am و is و are. طيب number 2 snakes often eat small animals like nut or lizard like rats and lizard. طبعا الثعابين بتأكل الحيوانات الصغيرة مثل الفئران والسحالي. number 3 insects give lizard. الحشرات بتدي السحالي ايه energy طاقة. number 4 she not watches cartoon because she prefer reading. هي بتفضل القراءة عن الكرتون يبقى هي ايه she never أبدا مش بتشاهد الكرتون عشان هي بتفضل القراءة. طيب عن the text number 2 text هنكمله من خلال الكلمات اللي في البوكس اللي فوق. طيب my little sister likes animals so much. أختي الصغيرة بتحب الحيوانات كثيرا. she has a lot of pictures of نقط in her room. يبقى هي عندها ايه a lot of picture of animals عندها صور حيوانات كتيرة في الغرفة.
she knows a lot of information about each animals وعارفة معلومات كتير عن كل الحيوانات. she prefers not animals so much. هي بتفضل حيوانات ايه كثيرا. her favorite animal is the نقط. يبقى هي بتفضل she prefers desert animal حيوانات الصحراء. وحيوانها المفضل بيكون الايه الكامل. ليه؟ because it can live for a long time without water لأنه مش بيحب يشرب مية كتير أو ممكن يعيش من غير ماء مدة طويلة. نمبر 3 طبعا دي قطعة وهنحل الأسئلة اللي عليها. هنقرأ القطعة مع بعض. I like different animal أنا بحب الحيوانات المختلفة but my favorite animal is the camel ولكن أنا حيواني المفضل هو الكمل. It's a very strong animal هو حيوان قوي. It lives in the desert بيعيش في الصحراء. It can carry heavy things بيحمل الأشياء الثقيلة. The camel can stay for a long time without water ممكن يقعد وقت طويل من غير الماء. People used camels in the past for carrying things and traveling through the desert. الناس كانت بتستخدم الجمال في الماضي عشان يحملوا الأشياء وكمان عشان يسافروا عليها في الصحراء. The camel can walk easily in the desert ممكن يمشي بسهولة في الصحراء because it has flat feet لأنه عنده رجل مسطحة. I enjoying riding the camel so much وأنا بحب أن أنا أركب الجمل so much كثيرا جدا. طيب the text is about what؟ التكست كان بيتكلم عن إيه؟ عن اللايونز الكاوز الكاملز المونكي. طبعا الكاملز يعني الجمال. The camel lives in the desert بيعيشوا طبعا في الصحراء. طيب summarize the text in one sentence لخص لي ده كله في جملة واحدة. ايه الجملة المناسبة؟ ان طبعا هنلخصه نقول ايه ممكن نقول the camel lives in the desert يعني ايه؟ يعني الجمل بيعيش في الصحراء و it is a very strong animal هو حيوان قوي. تمام. طيب نمبر 4 what did people use camel for the past؟ الناس في الماضي كانت بتستخدم الجمال في ايه؟ طبعا هي موجودة في القطعة. for carrying things and travel through the desert عشان يحملوا الأشياء وكمان عشان يسافروا في الصحراء. طيب نمبر 5 why can camel walk easily in the desert؟ ازاي الجمل بيمشي بسهولة في الصحراء ازاي؟ because it has a flat feet لأنه عنده رجل مسطحة. دي نمبر كام؟ نمبر 5. تمام كده. طبعا قطعة سهلة جدا. طبعا put the words in the correct order هنرتب الكلمات. camels مالها always store دائما بتخزن ايه؟ المية اللي هي الووتر in their bodies في أجسامها. يبقى camels always store water in their bodies. lizard مالها lizard are بتكون sometimes أحيانا dangerous يعني خطيرة. lizard are sometimes dangerous. طيب read and write the correct اقرأ وصحح. نمبر 1 سلمى always is happy لا هتبقى is always happy هنغير أماكنها. ليه؟ لأن am و is و are بيجوا الأول وبعدين ظرف التكرار. طيب نمبر 2 they play usually at school يبقى usually play. ليه؟ لأن إذا كان فعل أساسي غير am و is و are بنجيب الأول الظرف وبعدين الفعل الأساسي. طيب نمبر 3 I not always eat orange I don't like them يبقى I never. ليه؟ لأنه هو مش بيحبهم يبقى هو never eat orange. نمبر 4 he never not go to school on Friday because يبقى he never هتبقى never ايه طبعا goes. ليه؟ لأن الفعل في الايه الفاعل مفرد
هنجيب الفعل فيه اس او اي اس او اي اس جو منتهية بأو هتاخد اي اس. طيب عندي نمبر 6 بانكتويت. نضع علامات الترقيم. طبعا أول حرف H capital. How can humans live in the desert؟ إزاي ممكن الناس تعيش في الصحراء؟ ده سؤالي يبقى علامة استفهام. Many animals الام capital طبعا. Many animals live in the desert بيعيشوا في الصحراء. دي جملة العديد من الحيوانات بيعيشوا في الصحراء. طيب هنا طبعا write a paragraph about 30 words using the following guiding elements. اكتب باراجراف عن بيتكون من حوالي 30 كلمة عن هذه الايه باستخدام الجايدنج elements، هذه العناصر الإرشادية عن ايه؟ عن الديزرت انيمالز اللي هي حيوانات الصحراء. طيب هنكتب ايه؟ هنكتب على سبيل المثال، انتوا بقى هتطبقوه ان شاء الله. هنكتب العنوان desert animals. طيب I like desert animals. انا بحب الحيوانات الايه الصحراوية. I like camels. أنا بحب الجمال because it can live a long time without water. أدي كده جملة عن الجمال لأنها بتعيش وقت طويل من غير مياه. طيب الفوكسز I also like foxes because it is a desert animal لأنها حيوانات صحراوية. طيب وكمان I also like lizard. أنا أيضا بحب الليزرد اللي هي السحالي. lizard eat insects يعني الليزرد السحالي بتأكل الانسكتس اللي هي اللي هي الحشرات. insects give them energy. وكمان الانسكتس بيديهم الانرجي. وبكده نكون خلصنا فيديو حل الدرس الثاني، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.